مع نهاية الجولة الثالثة من بطولة الدوري، يلا بينا نختار أفضل تشكيلة في الجولة الثالثة أو أفضل 11 لعيب في الجولة الثالثة. يلا بينا. هختار في حراسة المرمى محمد صبحي حارس نادي الزمالك. محمد صبحي المظلوم كتير الفترة الأخيرة بصراحة، يعني مش واخد حقه بمعنى أصح. محمد صبحي من ساعة نهائي كأس مصر هو مقدم مستويات عالية جدا بصراحة ومش واخد حقه، فلازم نديله حقه. فمحمد صبحي وحارس التشكيلة بتاعتي. الأربعة اللي في الدفاع، هبدأ بالباك رايت. هاخد أحمد هاني مدافع نادي سيراميكا، المدافع اللي ظهر بشكل ممتاز جدا في ماتش قدام إنبي. وبرضه وانا في نفس النادي في سيراميكا هاخد جنبه على طول رجب نبيل مدافع برضه نادي سيراميكا. جنبهم هاخد محمد فتح الله الشهير بكاماتشو مدافع نادي طلائع الجيش. باك ليفت بقى هاخد جوزيف اوتشايا مدافع نادي المقاولين العرب. خش لي على نص الملعب وهاخد اتنين عمالقه عمالقه حرفيا، اسم ولعب وكل حاجه. هاخد عمرو السوليه وجنبه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي ظهر بشكل ممتاز جدا امبارح في ماتش الزمالك ومودرن، وبدا يرجع لعبد الله اللي احنا عارفينه باسيستاته بقى بحركاته بلمساته بكل حاجه. قدامهم هاخد رقم 10 عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري اللي مقدم مستويات عاليه جدا قوي السنه دي الدوري ده بصراحه، يعني عامل دوري جامد جدا وعامل اداء عالي جدا مع النادي المصري. نيجي بقى المركز الوينج رايت للبرازيلي والاسمر اللي في رقاصه سامبا، مان اوف ذا تشكيله اللي انا حاططها دي كلها، خوان اليفينا النجم البرازيلي نجم نادي الزمالك. ده بالنسبه لي احسن واحد في التشكيله اللي انا حاططها. هاخد الناحيه الثانيه على الشمال مصطفى شلبي. مصطفى شلبي اللي احنا خسرناه كزملكاويه بصراحه، ظهر بشكل ممتاز جدا وبيظهر بشكل ممتاز مع البنك الاهلي، مش شرط الماتش اللي فات بس، لا بيظهر في الماتشات اللي فاتت باداء ممتاز جدا بصراحه. يعني ساعه ما راح البنك حتى لو كان بينزل بديل بينزل، لا ظاهر مصطفى ظهر بلمساته باسيستاته بكل حاجه. يعني مصطفى احنا خسرناه بصراحه. راس حربه صريح هنرجع تاني على نادي الزمالك وهاخد الانجولي تشيكو بنزا. دي التشكيله اللي انا اخترتها ودول من وجهه نظري احسن 11 في الجوله الثالثه. استنوا الفيديو بتاع الجوله الرابعه ونشوف هنختار مين. وبس كده، سلام.